معانا النهارده تجربة الفحل الأسطوري لامين يامال بمهارة المومنت دريبلينج والبليد كير، وهنجاوبه في 4 مراكز مختلفة. أول مركز معانا هو مركز الار دبليو اف، وتاني مركز هو مركز السي اف، وتالت مركز هو الاي ام اف، وآخر مركز هو الاس اس. فهنلعب 4 ماتشات ب4 مراكز مختلفة، ولو خسرنا ماتش هنبيع لامين. فمعانا لامين يامال بقى، فتعال نخش نشوف طاقاته، يلا بينا على طول. فهو بيلعب بولف كوينجر، طبعا لامين يامال على طول بينزل كده، وطاقاته زي ما انتم شايفين دريبل 99 متمركز، والسرعه والتسرع 94 و97، ونازل بمهارتين، مهاره الموت دريبلينج والبليدز كيرل زي ما قلنا. فيلا بينا على اول ماتش معانا. فتعال نشوف بقى ريت الخصم وهل هو قوي ولا لا. يلا بسم الله. 3936. الريت مش عالي، بس اسهم اللعيبه اسطوريه والاسهم عالميه. ونحط لامين يامال بقى ار دبليو اف. نشوف تشكيله الخصم، تشكيله يعني حلوه بس عاوزه مدرب تقريبا. فتعالى بقى نشوف لامين يامال سريع ولا لا. يلا لامين، مره لامين عدى، شكلنا التجربه دي هتكون اسطوريه. فيلا خش فيزيكال عالي والله، وشوت دول هما طويل ماشي. بص لامين يامال، يلا لامين يامال، لامين يامال تعالى نعمل بليدز تاني. يلا كده، يلا بسم الله. وحشه قوي. تعالى يلا لويس دياز، حلو يلا لويس، يلا حلو يلا، عدي ارفع، يا نهار ابيض، جون على ايه ده اصلا. بص تاني جات لي لامين برضه، هو تقريبا مركزه المركز ده هيكون احسن مركز، حاسه كده مش عارف ليه، ولكن فوت. يلا وحشه قوي دي. يلا لويس دياز، بص لامين يامال، الماتش قفل يا جدعان قوي، فتعالى كده نحاول. يلا لامين يامال، لامين عدى، لامين مره، لامين اعمل مهاره، علامي يلا، علامي يلا قوي يا جدعان، والله شكله هيكون اسطوري. بيك تايم بالبيت كيلو، وانت دريبلينج سريع وخفيف قوي. فيعني لا هنحتفل بقى ده. عمي هو الخصم انسحب ولا ايه؟ انسحبش، ولكن الهدف الاول لامين يامال. واقعد يا معلم. لامين يامال تاني او ايه، تالت وتوريس عالمي، ولكن دوناروما يتألق تقريبا. يا كان نفسي، كنت عايز اخلي لامين يامال يلعبها يا عم، بس ماشي الواد ده ممكن ان يفيدنا. رجعت له تاني خلاص. تمام، الواد التركي اللي مش بعرف انطق اسمه ده. تعالى اديها لهازارد، لامين يامال، لامين يامال، ايه ده وحش قوي خلاص. يلا لامين يامال بقى، اعمل حاجه تانية، هات لك جون كمان كده يا ابن اللعيبه. حلوه قوي الجون ده، جون يدرس حرفيا بمعنى الكلمه، عالمي قوي. يلا يا لامين، ماشي بتاعتك. اخش هقطم واعمل بلدز. يلا اعمل بقى سبيشال بقى. يلا برضه مارسيليا، انا تعبت. انتهى المباراة بهدفين من لامين يامال، وكده تكون جربنا ايه ده. يا رب يكون معانا فتحة بقى، فنفتحها بقى بحظ كل واحد من لايك واشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يظهر له كل جديد، وان شاء الله يطلع حد ان شاء الله دي جبر ونجربه كمان معاه ان شاء الله. يعني لقيتني ما اتكلمت، كنا دخلنا لعبنا على طول. فمعانا تجربة لامين يامال في السي اف، ولكن عايزين نضيف له بوسيجن. فتعالى كده نجرب مرة، ما طلعش حد طلع الاي ام اف اللي هنجربه بعد دي، وال دبليو مش هنجربه لا، عايزين سي اف بقى، يعني عايزين سي اف لسه بنقول يا هادي. فمعانا كتير برضو. طب هنعمل ايه طيب؟ سي اف طيب يا فرج الله. فجالنا خصم بقى شرطة بقت 4 يعني، بس ايتنا كنا لغينا. النت ممكن يكون وحش، ولكن الخصم هو 3016. اسم اللعيبه هي اسم اللعيبه حلوه. وتعالى بقى كده نضيف هافرتس ونجربه بقى، نجرب هافرتس ولا لا مش هينفع، لا رجع مكانه. ويلا بينا على اسهم، قصدي على تشكيله الفريق المنافس، تشكيله متواضعه جدا. لامين يامال، لامين يا ابن اللعيبه، حلوه يا العالمي، يلا قوي، يا نهار ابيض. رب بقى تشات حلو بقى يا رب. جون هدف عالمي كالعاده من لامين يامال. خلاص يا لامين بالراحه عليهم يعني، مش كده. لامين يامال تاني، لامين يامال، يا عيني على الفيزيكال، يا عيني. لا دي كوسه، دي كوسه قوي دي الصراحه يعني، كوسه. لا مش حلوه دي لامين، بس التعديه حلوه. لامين يامال المرة التالتة على التوالي، يا جدعان. خف الريشة، عين وحشة. انتهى الشوط الأول 2-0 بهدفين برضه من لامين يامال. يلا ما هو مش هينفع ده، من ساعة الشوط ما ابتدى اللعبة بايظة. وانتهت المباراة التانية في المركز السي اف 2-0 برضه بهدفين من لامين يامال. فمعانا تالت مركز هو مركز الاي ام اف. جالنا خصم بسرعة قوي و4 شوط، فان شاء الله يكون خصم قوي شوية بقى كده وشادت حيله. فنشوف 3044 ماشي.
فتعال نشوف اسم اللعيبه برضه عالميه. وتعال نشوف تشكيله الخصم اعزائي المشاهدين مع مارسيلو وتوريس، تشكيله قويه برضه. فمعانا شيفجينكو الشاب تشيفا وتوريس، يا سلام الله. لامين يامال يا مر، لامين يا سلام على السحر التمريره يا راجل يا مراري. ايه ده عملت ايه؟ انت كنت بسيطه. يلا لامين يا سلام يا نهار. انتهى الشوط الاول 0-0، ماتش مقفل ولامين يامال مش ظاهر في الاي ام اف خالص. شوت بقى يا اخي، اخيرا جات لك كرة اخيرا يا اخي، مش ممكن الحارس. انتهى الشوط انتهى الماتش ولامين يامال ما ساهمش معانا كمان. معنا فتحة مجانية تانية فنفتحها بحظ، كل واحد ينضم للستوري اللي في البايو او في الوصف يعني، وما تلاقيش حد طبعا يعني اكيد. فتعالى بقى نضيف بطاقات بوزيشن لامين يامال على الاس اس. يلا بينا، يلا انا معاك للنهايه. عادي انا متعود يا كونامي، عادي يا كوكو، عادي يا حلوه، عادي يلا خلينا معاك للاخر اهو. يا عيني لا حاجه مش هينفع خالص. كونامي يا رب امتى هنخلص بقى، انا تعبت يا مرابي لو ما طلعش الاس اس. كوكو كونامي. والان مع اللحظه الحاسمه هنجرب الاس اس من غير بوزيشن بقى وخلاص. تعال نشوف الخصم الاسطوري العالمي اللي كسب كل الارقام، كسب كل البطولات قصدي، ف 3097. حاسس الماتش ده يكون صعب قوي. تعالى كده نشوف الاسهم طبعا عالميه، بس التمويل سهم وحش، ولكن هنلعب ونخش نشوف تشكيله. ايه ده عاملها لي ازاي ده؟ مش فاهمك خالص يا صاحبي، بس تشكيلها حلوه يعني. تيجي نديها واحده تيكي تاكا كده، ولا نطبع بلامين؟ اطمع الصراحه يعني. يلا وبا احنا هنخسر. بص بقى لامين يامال والتيكي تاكا، بص بقى التعديل دي يا مرابي، فحل وقدوة يا ابني، اسطورة والله يا لامين يا ابني، والله اسطورة. هيجيب الجون بعدها بثانية دلوقتي، يا نهار ابيض على حلوة الصراحة، حلوة احتفل حقك الصراحة، حلوة اوي الصراحة، غير متوقع. برضو الانفرادات انا مش عارف الخطة دي مالها، عالمي يا اسطى والله يعني، حاجة غير متوقعة بالمرة. تعالى بقى نشوف يا مراري ايه الجمال والدفاع والدهاء والحلاوة دي يا اخي. لامين يامال يا عيني على الفجر، بس بقى كفايه انانيه بقى، مش عايزين نبيعه، باص بقى جون فيها كامباك ولا يا دولي؟ يلا يا دولي يا حكم اخيرا انا كنت متاكد انك هتحسبها يا حكم. يمين ولا شمال ولا خليها في النص؟ يلا هو يروح على اليمين دلوقتي، اسمع مني. فكرت صدها. انتهى الشوط الاول 3-3 وماتش ناري. وشابي تشيفا الاسطوره تشيفتشينكو هيعمل واحده لوب تجلطنا دلوقتي، عيب عليك، انا قلت لك ايه؟ ما خلاص استحل يا اسطى، حل يا حبيبي، يا دي يا ما بيعملش غيرها يا جدعان، عمال يباصي ويعني لعب وحش قوي الصراحه، والله مش عاوز امسحه يعني. يا ولد كيفن دي بروين ده ولا ايه؟ يا مرابي يا شاطت النت معلق، الجم يا لامين احدف يا ولد، مش ممكن. الحمد لله عدت على خير، ويلا بينا الى فقرة تقييم المراكز. وبكل شفافية هنقيم المراكز بتاعته. اول واحد هو من جربناه الار دبليو اف 9/10 وانت ساكت، والسي اف يعني عالمي برضه 9.5 بقى عشان كان تحركاته عالمية قوي، ولكن في الام اف اللي انا كنت متوقع اللي هيكون احسن مركز ليه هياخد ماينس سالب 10. في اخر مركز اللي اتفاجئت بيه من غير بوزيشن، كمان كنا بنلعب من غير بوزيشن، هو المركز الاس اس، وهياخد 10/10 وتاج الفحل. بس كده، بس مش تعمل بقى لايك واشتراك لو مش عامل، وتفعل الجرس وتكتب في الكومنتات ايه احسن مركز عجبك، وبيس.